مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2026 صراع المدارس الكروية. في مجموعة تبدو كأنها لوحة تكتيكية متكاملة، يواجه منتخب المغرب ثلاث مدارس مختلفة تماماً: الإبداع البرازيلي، الانضباط الاسكتلندي، السرعة الكاريبية. ليكون الرهان الحقيقي، من يفرض أسلوبه؟ هايتي، كرة انتقالية سريعة. الرسم التكتيكي 4-2-3-1، لعب مباشر زائد مرتدات خاطفة. التحليل حسب الخطوط: الدفاع تمركز متوسط ميد بلوك، اعتماد على القوة البدنية، ضعف في المساحات خلف الأظهرة. الوسط افتكاك سريع زائد تمرير مباشر للأمام، غياب البناء التدريجي. الهجوم السرعة هي السلاح الأول، استغلال المساحات خلف الدفاع. أبرز اللاعبين: داكنز نازون، كيسر سبور، تركيا، 3 ملايين يورو. فرانز دي بيرو، مكابي حيفا، إسرائيل، 4 ملايين يورو. فافا بيكو، MLS، 2.5 مليون يورو. دانلي جينجاك، ميتس، فرنسا، 2 يورو. جون كيفين دوفيرن، نانت، فرنسا، 3 ملايين يورو. المفاتيح التكتيكية: خطير في المرتدات، يعاني أمام التنظيم الدفاعي. اسكتلندا، تنظيم أوروبي زائد صراع بدني. الرسم التكتيكي 3-4-2-1، مرونة دفاع هجوم. التحليل حسب الخطوط: الدفاع 3 قلوب دفاع، قوة في الكرات الهوائية، انضباط عالي. الوسط ثنائي ديناميكي، ضغط مستمر زائد صراع بدني. الهجوم عرضيات زائد تسديدات، دخول لاعبي الوسط للمنطقة. أبرز اللاعبين: سكات ماكتوميني، مانشستر يونايتد، 35 مليون يورو. جون ماجن، أستون فيلا، 30 مليون يورو. بيلي جيلمور، برايتون، 20 مليون يورو. أندرو روبرتسون، ليفربول. كيران تيرني، ريال سوسيداد، 25 مليون يورو. أنغوس جان، نورويتش، 8 ملايين يورو. المفاتيح التكتيكية: قوي في الكرات الثابتة، صعب الاختراق، محدود إبداعياً. برازيل، هجوم مرن ومدمر، فلويد أتاك. الرسم التكتيكي 4-3-3، تتحول إلى 4-2-4. التحليل حسب الخطوط: الدفاع خط متقدم، بناء اللعب من الخلف، ضعف خلف الأظهرة. الوسط